ما بقاتش سميتي ألبرت، أنا دابا سميتي جاك بارسكي وأنا ميريكاني. هكذا قال ألبرت، جاسوس سوفيتي اللي صيفطاتو الكي جي بي المخابرات ديال الاتحاد السوفيتي باش يعيش في الميريكان كمواطن عادي، ويبقى يصيفط لهم معلومات استخباراتية. تم الاختيار ديالو في أيام الحرب الباردة في السبعينات، والتدريب ديالو مزيان على اللهجة والثقافة والتاريخ الميريكاني. دخل الميريكان سنة 1978 كمواطن كندي، والمدة ديال 10 سنين عاش بالسمية ديال جاك بارسكي مهندس معلوميات، وفي نفس الوقت كان كيصيفط معلومات حساسة للمخابرات السوفيتية. تزوج بميريكانية وولدو 3 ديال الولاد، ومع الوقت بدا كيحس بلي هو ميريكاني أكثر منه سوفيتي. وفي 1988 المخابرات السوفيتية صيفطت ليه رسالة عاجلة باش يرجع، ولكن في هذا الوقت ألبرت ولا ميريكاني مزوج وعنده الولاد وخدمة مستقرة. رفض ألبرت باش يرجع وفضل يعيش بالصفة ديال جاك بارسكي مواطن أمريكي. وباش يحيد عليه الشكوك قال المخابرات السوفيتية باللي تصاب بالمرض ديال السيدا وباللي ما يقدرش يسافر. وفي 1997 ومن بعد تقريبا 20 عام باش دخل الميريكان كجاسوس، الاف بي اي اخيرا غادي يعرفوا الهوية الحقيقية ديالو، ومع ذلك ما غاديش يعتقلوه، غادي يستغلوا المعلومات الاستخباراتية اللي عنده لصالحهم. ومن بعد بارسكي ولا مواطن أمريكي رسميا. هاد الحادثة ارتبطت بالأسطورة ديال سفينة ثيسيوس اللي فاش بدات كتقدام تم الاستبدال ديال الخشب القديم ديالها بشوية بشوية حتى تبدل الهيكل ديالها بالكامل. وهنا بانت واحد المشكلة ديال الهوية. إلا جمعنا الخشب القديم وعاودنا صوبنا به هاد السفينة وحطينا حدا السفينة اللي تصوبات بالخشب الجديد، شكون فيهم هي سفينة ثيسيوس الحقيقية؟